السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي وجبة فطور كلش طيبة وسهلة وسريعة، وكل اللي راح احتاجه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، واضيف عليهم تقريبا ملعقتين من الزيت ورشة ملح وربع ملعقة من السكر، كوب ونص من الحليب السائل، وبعدها اخلطهم مع بعض واضيف عليهم كوب وربع من الطحين، اخلطهم مع بعض. وعلى هذا الشكل صارت عندي جاهزة، اتركها ترتاح مدة ربع ساعة. وبعدها أنا هنا عندي مقلاة على نار وسط تكون، اضيف عليها هذا بخاخ الزبد، تقدرون تضيفون زيت وتمسحوه، واضيف كمية من العجينة واوزعها على كل المقلاة وانتظرها تتحمص تقريبا، واقلبها على الجهة الثانية. وعلى هذا الشكل تحمصت تقريبا، صارت عندي جاهزة. اشيلها واخليها بتاول مطبخ او قطعة قماش نظيفة حتى لا تنشف عندي، واستمر لحد ما اكمل الباقي. اما بالنسبة للحشوة فحسب الرغبة، انتو شنو حابين تحشوها. انا هنا عندي جبن الفيتا، فتت على هذا الشكل بالشوكة، واضيف عليه تقريبا ربع كوب من البقدونس المثروم، اخلطهم مع بعض حتى تصير عندي جاهزة. على هذا الشكل راح ابدي احشيهم واغلقهم على هذا الشكل، وتصير عندي على شكل مستطيل تقريبا، واستمر لحد ما اكمل باقي الكمية. وبعدها انا خليت كمية من الزيت بمقلاة حارة على النار، راح ابدي اشوحهم حتى يتغير لونهم ويصير طعمهم اطيب. اقلبهم على الجهة الثانية، وبعد ما يتحمصون عندي اضيفهم على ورق التنشيف. وعلى هذا الشكل صاروا عندي جاهزين، وقدمتهم مع الخضروات، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. ألف ألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.